العشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. الرئيس سياس أفورقي يستقبل الوفد السعودي الزائر للبلاد. فرع الثروة البحرية في شمال البحر الأحمر يعمل بقوة لتوفير الثلوج. نافير تنموي في عد قيح. مجلس النواب الأمريكي يقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد. مباحثات مشتركة بين وزيري خارجية العراق وإيران. ومقتل 25 شخصا في عملية فرار من سجن في هايتي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل الرئيس سياس أفورقي اليوم 28 من فبراير في عد زهلو وفد المملكة العربية السعودية الزائر للبلاد. وتأتي زيارة الوفد السعودي المكون من 20 عضوا وتستمر ل3 أيام بموجب اتفاق التعاون المبرم في الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الإريترية السعودية الذي التأم في الرياض يوم 26 من يناير الماضي. ويضم الوفد 3 لجان مصغرة هي السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والتنمية والأمن والدفاع. وقدم الرئيس إسياس أفورقي في اللقاء توضيحا موسعا للوفد حول المجالات الثلاثة في القضايا الثنائية والإقليمية. وبموجب البرنامج الموضوع لقيام الوفد السعودي بتفقد البرامج التنموية خلال زيارته لإريتريا. زار الوفد بعد ظهر اليوم الإقليم الجنوبي، كما سيزور في الأيام القادمة إقليم شمال البحر الأحمر. تقوم وزارة الثروة البحرية بجهود حثيثة لتوفير متطلبات الصيادين المختلفة من مبردات السمك وأدوات الصيد وغيرها، وقد عملت لسد طلبات الثلج للصيادين في أقليم شمال البحر الأحمر. التفاصيل في التقرير التالي. بأن هذا المجال شهد استثمارا ضخم خلال سنوات الاستقلال، ساهم في إنشاء 3 شركات لإنتاج الثلوج، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة إنتاج الثلوج من 20% إلى 76%، ولعب دورا كبيرا في تطور أنشطة الصيد وكمية الأسماك وجودتها. وذكر السيد حامد أهمية توفير متطلبات الثلوج لإيصال الأسماك مستوفية الجودة العالية والمستوى المطلوب إلى الأسواق، إلى جانب الدورات التدريبية المنتظمة لانتقال الصيادين التقليديين إلى مستوى الصيد العصري، وكذلك توزيع المضخات وشبكات الصيد المقدمة لهم على شكل قروض لتطوير أنشطتهم، مشيرا إلى أن هذا المستوى المحقق حتى الآن في هذا القطاع لا يستهان به. وذكر السيد حامد بأن البرامج المنفذة لتطوير الصيادين من حيث القدرات وأدوات الصيد وأعمال الصيد الجارية بطرق تقليدية وعصرية خلال العام الماضي ساهمت في صيد حوالي 1700 طن. ومع تطور أنشطة الصيد يتطلب نمو إنتاج الثلوج، لذلك وضعت وزارة الثروة البحرية برنامجا لإنشاء شركتين بهدف توفير وإنتاج الثلوج مستقبلا، موضحا بأن الوزارة تبيع كيلو الثلج المطحون بنقفة 20 سنتيما تشجيعا وتحفيزا للصيادين. وذكر الصيادون بأن الدعم والتشجيع وكذلك إتاحة فرص تقديم القروض التي تقدمها لهم وزارة الثروة البحرية ساهم في حل مشاكلهم وساعد في تطوير أنشطتهم،
مؤكدين بأنهم لمسوا نتائجا ملموسة ساعدت في سد الأسواق وتحسين حياتهم المعيشية. وتوضح مستندات وزارة الثروة البحرية توزيع القوارب وزوارق الصيد وشبكات الصيد وغيرها من أدوات الصيد على شكل قروض للصيادين التقليديين بقيمة 151 مليون نقفة ما بين عام 1994 وحتى 2016. يقوم سكان ضواحي حرات وسافيرا ومسقول زولا وإغلا وأونه في مديرية عد قيح بأنشطة نفير تنموي. وقال المدير التنفيذي في إدارة مديرية عد قيح السيد كيروس جبر مريم أن النفير يهدف بناء سور المدارس بموجب البرنامج الموضوع عام 2020. من جانبه أوضح مدير ضاحية حيرات السيد سلطان أنغوسوم أن العمل جاري بالنفير لبناء سور مدرستي زرع السناء الابتدائية والمتوسطة. وأشاد مدير المدرسة بمبادرة سكان ضاحية حيرات مؤكدا أهمية بناء السور للعملية التعليمية. وتخدم مدرسة زرع السناء الابتدائية والمتوسطة في ضاحية حيرات سكان 11 قرية. أوضحت النساء العاملات في تنمية البساتين في قامجيوا بمديرية أفعبة إنتاج محصول وفير من الزراعة المروية التي يقومن بها على ضفاف وادي موقع منذ 10 سنوات. وذكرنا الانتقال من تنمية الخضروات إلى تنمية الفواكه، ويقوم حاليا بزراعة أشجار الفواكه والتمر، داعيات مكتب وزارة الزراعة في مديرية أفعبة التعاون لتقديم المتطلبات الأساسية. وأشرنا إلى العمل أيضا لتربية المواشي وتسمينها لإيجاد دخل إضافي، مناشدات خبراء الزراعة تقديم النصح والإرشاد لتطوير نشاطهن. وأشاد مدير ضاحية قامجيوا ومساعد مدير ضاحية قلبوب بالنشاط النموذجي للنسوة لتوفير متطلبات أسواق المنطقة من الخضر والفاكهة. ويقوم أكثر من 120 مزارع بتنمية البساتين على ضفاف وادي موقع. تساهم أنشطة النظافة المنتظمة التي يشهدها مستشفى أوروتا المرجع الوطني في تأمين صحة المستفيدين من خدمات المستشفى. وذكر كل من مسؤول قسم الحالات الطارئة الدكتور حبتسلاسي إيوب وطبيب الأمراض الباطنية الدكتور أبيل هابتوم في حملة النظافة التي نظمت في 27 من فبراير، انطلقت من مفهوم الدور البارز الذي تلعبه النظافة البيئية والشخصية للحد من الأمراض المعدية. وأوضح تنظيم حملة نظافة أسبوعية في المستشفى وخاصة الغرف المكتظة، خاصة غرف معالجة ورقاد المرضى، نظرا لأهمية النظافة في تأمين صحة المواطنين. من جهته قال مسؤول الإدارة والمالية للمستشفى السيد تخلى مريم أماري أن حملات النظافة الجارية هي استمرار لبرامج النظافة التي تشهد حملات توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام وظل تسجل نتائج فعالة على أرض الواقع. أيها السادة والسيدات، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أقر مجلس النواب الأمريكي خطة اقتصادية ضخمة دعمها الرئيس جو بايدن قيمتها 1.9 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد المنهك ومواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. وتتضمن الخطة رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز إيصال اللقاحات ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات، فيما تجاوزت البلاد عتبة 500,000 وفاة بسبب الوباء في حصيلة هي الأكبر في العالم. وبعد أيام من تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 500,000 في الولايات المتحدة، سيتم حاليا رفع الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع المقبل. وجاء تمرير الحزمة في المجلس بعد انتكاسة كبيرة للديمقراطيين تمثلت بقرار مسؤول بارز في مجلس الشيوخ بأن على النسخة النهائية لمشروع القانون
لا تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور. أعلنت طهران أن وزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف والعراق فؤاد حسين أكدا خلال اجتماع عقد بينهما سعي بلادهما إلى التصدي لأي محاولات ترمي للمساس بعلاقاتهما الثنائية. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن ظريف دان خلال اللقاء الذي عقد في طهران القارات الجوية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت فصائل عراقية موالية لإيران في منطقة البوكمال السورية عند حدود العراق، مشددا على أنها تشكل انتهاكا لسيادة البلاد. بدوره شدد وزير الخارجية العراقي حسب البيان على أن بغداد لن تسمح باستقلال الأحداث التي تحصل في أراضيها بهدف تخريب العلاقات المتميزة بين الدولتين. ووصل حسين إلى طهران في ثاني زيارة خلال شهر في ظل إعلان البنتاغون أن القرارات الأمريكية الأخيرة نفذت بناء على معطيات استخباراتية سلمها إلى واشنطن الجانب العراقي، ونفى بغداد صحة هذا البيان. أعلن مسؤولون في هايتي إن 200 سجين لا يزالون هاربين بعد يوم على فرارهم من سجن في إطار عملية أودت بحياة 25 شخصا بينهم مدير المنشأ. وفر نحو 400 سجين إذ أظهر صور جثث أمام مبنى السجن، بينما شهد بعض النزلاء الذين تم القبض عليهم داخل شاحنة على متنها حراس مسلحون. وقال وزير الدولة للاتصال فرانتز إكس سانتوز في معرض حديثه عن عملية الهروب الكبيرة من السجن الواقع في ضواحي العاصمة بور أور برانس توفى 25 شخصا بينهم 6 سجناء. وأشار إلى وجود 200 سجين لا يزالون فارين، لكن الشرطة تعمل جاهدة على إعادتهم. والخبر الأخير في هذه النشرة: انفصل جبل جليدي ضخم يوازي حجم باريس أو لندن من أنتاركتيكا قرب محطة بحوث بريطانية كانت تحذر منذ وقت طويل من أحداث مشابهة في المنطقة، على ما أعلن علماء بريطانيون. وقد انفصلت كتلة الجليد الممتدة على مساحة تقرب من 1270 كيلومترا مربعا عن بقية الطواف الجليدي، وفق بيانات جمعتها أدوات بريطانية موضوعة قرب المحطة. وقالت الهيئة البريطانية للبحوث بشأن المناطق القطبية إن الحادثة لم تشكل خطرا على حياة أي شخص، إذ أن الأشخاص 12 الذين كانوا في محطة هالي 7 الواقعة على مسافة أقل من 20 كيلومترا من مكان الانفساخ كانوا قد أبعدوا من المنطقة جوا منتصف الشهر الجاري. واتاحت هذه البيانات إثر إرسالها للتحليل في جامعة كامبريدج بتوجيه إنذار في غياب أي شخص في المكان. ولن تعود الفرق إلى المكان قريبا، إذ ستبقى المحطة مغلقة خلال الفترة المتبقية من الشتاء القطبي. وبهذا قد نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة لهذا المساء. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.